أعلن عبد الرزاق حمد الله مهاجم المنتخب المغربي ونادي الشباب السعودي مساء الخميس اعتزاله اللعب دولياً، منهياً بذلك فصلاً طويلاً من الجدل والمشاعر المتباينة التي رافقت مسيرته مع أسود الأطلس. جاء إعلان حمد الله بعد مشاركته الحاسمة في نهائي كأس العرب 2025، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدفين قاد بهما المغرب لتحقيق لقب البطولة على حساب الأردن في لقاء مثير احتضنه ملعب لوسيل في الدوحة. وفي مؤتمر صحفي مؤثر عقب المباراة قال حمد الله البالغ من العمر 35 عاماً: أعلن اليوم وبكل فخر وامتنان أن هذه المباراة كانت الأخيرة لي بقميص المنتخب الوطني المغربي. كانت رحلة مليئة بالتحديات، ورغم أنها بدأت وانقطعت أكثر من مرة، إلا أنني سعيد أنها انتهت بهذا الشكل بلقب قاري نفتخر به جميعاً. وأضاف: لقد عشت لحظات صعبة في فترات سابقة حين كنت أتمنى أن أمثل بلدي بشكل منتظم، لكن الظروف لم تسمح بذلك. رغم ذلك عدت في وقت مناسب وساهمت مع زملائي في جلب هذا اللقب الغالي. هذه المشاركة ولو جاءت متأخرة إلا أنها كانت مليئة بالعاطفة والجدية. وواصل قائلاً: نهدي هذا التتويج لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأتمنى أن يكون هذا الفوز بمثابة عربون محبة لكل الجماهير المغربية في الداخل والخارج. كما أود أن أعلن أنني وزملاء اللاعبين خصصنا جزءاً من مكافآتنا لدعم أسر ضحايا فاجعة مدينة آسفي، تعبيراً عن تضامننا كمغاربة أولاً قبل أن نكون رياضيين. يذكر أن حمد الله لعب 27 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، سجل خلالها 7 أهداف، وسبق له أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي عام 2019 بعد استبعاده من قائمة كأس إفريقيا، قبل أن يعود في وقت لاحق للمشاركة في كأس العالم 2022 التي حل فيها المغرب رابعاً، مسجلاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية. المرجو منكم متابعة صفحتنا والاشتراك في القناة، واضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكراً لكم.